هل رأيتم مثل هذه الأشجار من قبل؟ الأشجار من النباتات العملاقة والمعمرة والتي تتشبث بجذورها في الأرض ويصل عمر البعض منها إلى مئات بل ربما إلى آلاف السنين. والأشجار هي أحد أشكال الحياة النباتية وتنمو بشكل عام على اليابسة وتتميز عن بقية النباتات بوجود جذور وساق وفروع وبكبر حجمها النسبي مقارنة مع النباتات الأخرى كالحشائش مثلا أو الطحالب. لو تأملنا في عالم الأشجار الغريب رأينا عظيم صنع الخالق سبحانه وتعالى، فهناك حول العالم العديد من الأشكال العجيبة والغريبة للأشجار تنمو في أماكن مختلفة بأشكال غريبة لم نعتاد على مشاهدة مثلها في بلداننا العربية. نعم، إنها فنون الطبيعة. من الأشجار الغريبة والعجيبة أشجار كاليبتوس أو المعروفة باسم قوس قزح، وموطنها إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة والفلبين، وهي شجرة ملونة بشكل مذهل اكتسبت اسم قوس قزح بفضل لحائها متعدد الألوان. شجرة واونا أو المعروفة باسم شجرة النفق، وكانت موجودة في حديقة وطنية تسمى حديقة يوسميت حتى فبراير عام 1969. بلغ طول الشجرة قرابة 227 قدم، وقطرها يصل إلى 26 قدم حول القاعدة. في عام 1881 تم شق نفق عبر جذع الشجرة الضخم، وسرعان ما أصبح الموقع مزارا سياحيا شهيرا كان يأتي إليه الناس لالتقاط الصور بسيارتهم. شجرة لاسابينا في إسبانيا، وهو اسم يطلق على شجرة غريبة تنمو بشكل غير طبيعي في إحدى جزر الكناري. على الرغم من أن جذوع الأشجار عند نموها يظل مستقيما، إلا أن الفروع تنحني لتلمس الأرض وتخلق الشكل الغريب الشهير. أشجار صنوبر بونديروسا، وهو نوع من أشجار الصنوبر الكبيرة جدا. تنمو هذه الأشجار الضخمة حتى ارتفاع 200 قدم، ولها جذوع ضخمة يصل قطرها من 3 إلى 4 أقدام، وتنمو في الغالب في منحدرات جبلية جافة. شجرة الحياة في البحرين، وهي عبارة عن شجرة يبلغ ارتفاعها 32 قدما تقف على تل في الصحراء العربية القاحلة. على الرغم من عدم وجود مصدر للمياه مرئي حول الشجرة، فقد تمكنت الشجرة من الازدهار مما حير العلماء والزوار على حد سواء. تحتوي الشجرة البالغ عمرها 400 عام على كمية كبيرة من المياه في نظام جذرها المعقد الذي يصل إلى عمق 50 مترا تحت الأرض. في منطقة جريفينو في بولندا، أحد أغرب الغابات التي تضم أغرب أشكال الأشجار. تشتهر الغابة بالشكل الفريد والغريب لبساتين أشجار الصنوبر. جميع الأشجار البالغ عددها 400 شجرة في الغابة تمتاز بالجذع الملتوي على شكل حرف ال، وتنحني جميعها إلى الخلف في وضع مستقيم لتصل ارتفاعها إلى ما يقارب 50 قدما. أشجار باوباب، وموطنها الرئيسي إفريقيا ومدغشقر، وهي فصيلة من الأشجار المتساقطة، وتعرف أيضا باسم الشجرة المقلوبة، وتشتهر بحجمها المذهل، ويصل طولها من 16 إلى 98 قدما، ويبلغ قطر جذوعها من 23 إلى 36 قدما. يمكن للجذع المجوف لشجرة الباوباب الضخم أن يتسع لحوالي 40 شخص للاحتماء بداخله، وقد تم استخدام هذه الأشجار في الماضي من السكان المحليين كسجون أو منازل. أشجار تنين جزر الكناري، وموطنها جزر الكناري وماديرا والرأس الأخضر، وتنتمي هذه الشجرة شبه الاستوائية إلى عائلة الهيليون. وتنمو الشجرة ببطء، ويمكن أن تستغرق حوالي 10 سنوات لتنمو بارتفاع 4 أقدام. ولا تحتوي هذه الأشجار على حلقات سنوية أو حلقات نمو مثل التي توجد عادة في الأشجار الأخرى. الأشجار ذات الجذور الداعمة، وهي في الأساس جذور واسعة
تخرج من جميع جوانب الأشجار الضحلة الجذور، وتوجد هذه الأشجار عادة في تربة الغابات الاستوائية التي تفتقر إلى العناصر الغذائية الضرورية. لا تساعد الجذور الضخمة الشجرة على جمع المزيد من العناصر الغذائية فحسب، بل تمنعها أيضا من السقوط. يمكن أن تنمو جذور الدعامة حتى ارتفاع 30 قدما وتنتشر لمسافة 30 مترا فوق وتحت الأرض.